العادة هي سلوك بنقوم بيه بانتظام ومن غير أي تفكير تقريبا، ومع التعود عليه بيكون صعب التغيير. كل واحد فينا في حياته عادات كتير بيمارسها، سواء كانت عادات ضارة أو مفيدة. مشكلة العادات أو قوتها في حتة إننا بنعملها بدون تفكير أو جهد. الحاجة اللي انت متعود عليها مش محتاجة منك أي قوة إرادة عشان تعملها، بل بالعكس، ده العادات الضارة هي اللي محتاجة منك قوة إرادة كبيرة عشان تعرف تبطلها. وكل ما انت قدرت تحول السلوكيات الإيجابية لعادات، كل ما زادت قدرتك على الإنجاز. السؤال: ليه بعض السلوكيات ممكن تتحول لعادة؟ وإزاي أنا أقدر أكتسب عادة معينة؟ في البداية تعال نشوف العادة بتتكون إزاي. مخ الإنسان ربنا خلقه بيعمل بكفاءة شديدة، فدايما بيحاول إنه يوفر طاقة وجهد بقدر الإمكان. فلما بيشوف فيه سلوك معين بيتكرر بيحوله لعادة عشان مش كل مرة يبذل فيه مجهود. أي عادة ليها 3 مكونات أساسية، وهما: المحفز، الحاجة اللي بتخليك تبدأ السلوك ده، يعني الزهقان والملل وحب التقليد أو أصحابك ممكن يكون سبب إنك تبدأ تجرب التدخين. ووقت الانتظار والفراغ والملل بيخليك تفتح الفيسبوك. تاني حاجة الروتين، إن السلوك ده يبدأ يتكرر مع الوقت. تالت حاجة العائد، وده الشيء المستحب اللي بيعود عليك من تكرار الفعل ده، زي إشباع الجسم بالنيكوتين لما تتعود على التدخين، أو التسلية بمتابعة الأخبار وصور أصحابك والترندات من خلال متابعتك للفيسبوك. والعائد ده هو اللي بيخلي العادات السيئة اكتسابها سهل، وده لأن العائد منها سريع، والمشكلة إن الضرر منها بيكون بعد فترة طويلة من التعود عليها، في حين إن العادات الكويسة بيكون العائد منها بعد فترة طويلة، وده بيخلي اكتسابها صعب. اكتساب أي عادة بيمر ب3 مراحل. مرحلة المقاومة، ودي أصعب مرحلة، بنحتاج فيها لقدر كبير من قوة الإرادة عشان تقدر تلتزم بالسلوك ده. 2. مرحلة التأقلم، القيام بالسلوك ده مبقاش صعب زي الأول، بس برضه مش تلقائي وسهل. 3 حاجة وهي التلقائية، خلاص السلوك ده اترسخ جواك. نرجع تاني ونشوف إزاي نقدر نكتسب أو نكون عادة. عشان نقدر نكتسب أي عادة أو حتى نتخلص من عادة سيئة موجودة عندنا، فده بيكون عن طريق تحديد 3 حاجات: زمان، مكان، جهد. أو إنك تحدد 3 حاجات مهمة، وهما إمتى وفين وإزاي. يعني مثلا لو افترضنا إنك عايز تكتسب عادة القراءة، فممكن تقول أنا هبدأ من بكرة كل يوم أقرأ 5 صفحات على السرير قبل ما أنام. أنت هنا حددت الزمان والمكان والمقدار أو الجهد، ونفس الطريقة تستخدمها عشان تقدر تتخلص من عادة سيئة موجودة عندك. يعني مثلا لو انت عايز تتخلص من التدخين، فهتقول انا من بكرة مفيش تدخين تاني في البيت، ومش هدخن اكتر من 3 سجاير في اليوم. وبالتدريج قلل الكمية وزود الاماكن اللي بتمنع نفسك فيها من التدخين. نرجع تاني لاكتساب العادة ونشوف ازاي نكمل مع عادة القراءة. على سبيل المثال، زي ما قلنا انت حددت المكان والزمان والمقدار، حاول بقى تربطها بعادة انت بتعملها فعلا، ده نوع من الحافز ليك. يعني مثلا لو انت متعود تاخد دش قبل ما تنام، يبقى تطلع من الحمام على السرير عشان تبدأ تقرا في الكتاب اللي انت محضره جنب السرير. وخلي بالك ان الاستمرارية اهم من النتائج، يعني مش مهم ان النتيجة تكون سريعة، المهم انك تحاول تثبت السلوك ده في نمط حياتك. مثلا لو انت بتحاول تعود نفسك على نظام اكل صحي، ما ينفعش تقول لنفسك خلاص مش مشكلة النهاردة او ما فرقتش من يوم، وتحاول تلاقي مبررات او اعذار. يعني لو مش قادر تقرا 5 صفحات، ما تكسلش، اقرا اي حاجة، اقرا على قد ما تقدر، لان زي ما قلنا مش مهم النتيجة، اهم حاجة الاستمرارية، لان حماس البدايات بيفتر ويقل مع الوقت. في كتاب اسمه ميني هابتس، المؤلف فيه بيقول انه عشان يقدر يكتسب عادة الرياضة بعد كتير من المحاولات الفاشلة، قرر انه يعمل تمرينة ضغط واحدة بس كل يوم، واحدة بس. زود عن كده تمام، ما قدرش او مكسل يبقى واحدة بس، مفيش مشكلة، وبكده هو مش محتاج حماس او قوة إرادة كبيرة. المؤلف في الكتاب بيحدد طريقة لتحديد مقدار الجهد المطلوب، وهو انه يكون صغير جدا، صغير بالقدر اللي انت ممكن تعتبره تافه، واصغر من ان يكون في احتمال للفشل في تحقيقه. الفكرة انك مع الوقت وفي معظم الايام هتزود عن القدر البسيط اللي انت حددته. الميزة هنا هي كسر الحاجز، المهم انك تبدأ. انت لو نزلت عشان تعمل تمرين ضغط واحدة، سهل جدا انك تعمل اكتر من كده، ما انت نزلت خلاص. حاول تعرف اكتر حاجة انت محتاج تتعود عليها، واكتر حاجة هتعود عليك باكبر قدر من النفع،
وحاول إنك تكتسبها كعادة في نمط حياتك. شوف بقى، كانت رياضة، قراية، التزام بالصلاة، جرب كده تمشي على الطريقة اللي قلنا عليها وقول لنا كانت إيه النتيجة. شكرا على المشاهدة، ونتقابل قريب إن شاء الله.